في يوم كنت في اسكندرية وراجع على شقتي، وكان وقتها الوقت متأخر والجو برد وشتاء. ولما رحت الموقف عشان أركب ما لقيتش غير عربية واحدة بس هي اللي بتحمل، وكانت عربية من اللي هي بيجو 7 راكب، وكان فيها بنتين راكبين لوحدهم في الكرسي ورا، وبين عليهم إنهم من البنات الروشة، وده من شكل لبسهم والألوان اللي عاملينها في شعرهم، وطبعا الاتنين قمة الجمال والحلاوة. المهم إني وأنا بحط شنطتي في شنطة العربية لقيت واحدة فيهم ماسكة التليفون وبتتفرج على أستغفر الله العظيم يا رب حاجات من اللي انتوا عارفينها، وسرحانة فيها لدرجة إنها ما حستش بيا وأنا بحط الشنطة. فأنا طبعا انصدمت شوية، وبعد كده دخلت قعدت في الكرسي اللي قدامهم على طول، وهما الاتنين في الوقت ده كانوا بيبصوا عليا بنظرات غريبة. بس قبل ما أكمل لكم الحكاية ما تنسوش اللايك الرايق والاشتراك في القناة، وتعالوا أحكي لكم الحكاية من الأول. أنا اسمي أحمد من اسكندرية وعندي 28 سنة، وبشتغل محاسب في شركة في المدينة الصناعية برج العرب، وخاطب وبجهز في شقتي. المهم إن شقتي برضو في مدينة برج العرب، وقاعد فيها لوحدي عشان يعني قريبة من شغلي وعشان كمان بوضب فيها. المهم بعد ما ركبت العربية كان في راجل قاعد في الكرسي اللي قدام جنب السواق، والبنتين اللي قلتلكم عليهم قاعدين في الكرسي اللي ورا. المهم إن السواق اقترح علينا إننا نشيل أجرة الكراسي الفاضية ونطلع عشان الجو برد والوقت متأخر، والساعة وقتها كانت تقريبا عدت 12 بالليل. لكن أنا بصراحة رفضت لأني ما بحبش الاستغلال. وقتها لقيت البنتين ما كانش عاجبهم كلامي، فكلمت معاهم إن السواق عايز كده عشان خاطر مصلحته هو، مش عشان خايف علينا إننا نتأخر. المهم إني بدأت آخد ودي معاهم في الكلام، وحسيتهم بيفتحوا كلام معايا، وعرفت منهم إنهم إخوات، وفضلنا نتكلم ونحكي لحد ما العربية كملت، وكانت وقتها الساعة دخلت على 1. المهم إنهم طول السكة كانوا بيتصلوا بحد، بس اللي كانوا بيتصلوا بيه تليفونه مقفول أو ما عندوش شبكة. وسمعت واحدة فيهم بتقول للتانية طب وبعدين هنعمل إيه لو مردتش؟ ده احنا حتى ما نعرفش العنوان. وطبعا كان باين في كلامهم التوتر وإنهم فعلا في مشكلة. المهم لما وصلنا برج العرب كانت الساعة وقتها 2:30 بالليل. المهم نزلنا من العربية والسواق فتح شنطة العربية وكل واحد أخد شنطته، وقبل ما امشي قلت لهم مش عاوزين حاجة، فقالوا لي شكرا، وكانوا برضو لسه بيتصلوا على الرقم اللي مقفول. المهم اني يدوبك مشيت كام خطوة ولقيت واحدة منهم ندهت عليا، ولما رجعت لهم قالت لي معلش بس ممكن نطلب منك خدمة؟ فقلت لها اتفضلي. قالت لي اصل احنا كنا جايين هنا لخالتي والشبكة مش مجمعة خالص ومش عارفين العنوان، ممكن تدلنا على فندق نقعد فيه لحد الصبح؟ فقلت لهم مفيش مشكلة، وفعلا أخدتهم في تاكسي ونزلنا عند فندق، والفندق ده يعتبر الفندق الوحيد في المدينة. ولما دخلنا وطلبنا أوضة عامل الريسبشن قال لنا للأسف مفيش ولا أوضة فاضية النهاردة. وكل ده برضو وهما بيحاولوا يتصلوا بخالتهم وهي الظاهر تليفونها غير متاح، والساعة بقت 3 بالليل. فأنا وقتها قلت لهم أنا عندي شقتي وقاعد فيها لوحدي، وممكن تيجوا تقعدوا فيها لحد الصبح أو لغاية ما تتصلوا بخالتكم. فلقيتهم بصوا لبعض بصة قلق، فقلت لهم ما تفهموش كلامي غلط، أنا بس بحاول أساعدكم في المشكلة، وده الحل اللي جه في بالي، عشان ما ينفعش تفضلوا في الشارع كده لوحدكم لحد الصبح، وخصوصا إن الجو برد والشوارع هنا فاضية وما فيهاش حد، وحتى ما فيش محلات كتير بتكون فاتحة زي عندنا في اسكندرية. فواحدة فيهم قالت خلاص بص أنا هتصل آخر مرة، ولو ما ردتش هنيجي معاك. فقلت لهم ماشي. ولما اتصلت برضو ما كانش في شبكة، فقالوا خلاص هنيجي معلش بقى غصب عننا. فقلت ليه عادي أنا تحت أمركم تنوروني. فركبنا تاكسي ووصلنا، وأنا جبت حاجات من البقال عشان نتعشى، وكل ده كنا طبعا بنتكلم طول الطريق. وعرفت منهم إنهم إخوات. الكبيرة اسمها دينا عندها 24 سنة ومطلقة، والصغيرة اسمها أسماء وعندها 21 سنة ومخطوبة، وإنه باباهم متوفي وعايشين مع مامتهم، وإنهم جايين هنا لخالتهم وهيقعدوا معاها 3 أيام عشان يشتروا بضاعة من مصنع ملابس هنا في المدينة للمحل بتاع مامتهم. وأنا قلت لهم إني خاطب
وبجهز في شقتي دي عشان هتجوز فيها كمان سنة تقريبا. وطلعنا الشقة ودخلتهم أوضتي يغيروا فيها، وأنا دخلت على المطبخ وجهزت الأكل عشان نتعشى سوا، وقعدنا أكلنا وهزرنا مع بعض، وكانت قعدة حلوة وكنت مستمتع بصحبتهم جدا. أي نعم أنا خاطب وخاطبتي حلوة، بس مش بنفس درجة حلاوتهم، هم أحلى بكتير طبعا. المهم إن بعد ما خلصنا قلت لهم إنهم يناموا في الأوضة دي وأنا هدخل أنام في أوضة تانية. فقالوا لي عندك غطا؟ قلت لهم ما تشغلوش بالكم، أنا هلبس بلطو تقيل وأنام. فدينا قالت لي في سرير وكده، فقلت لها لا أنا هنام على السجادة وهتصرف. فقالت لي لا ننام إحنا هنا وخليك أنت في أوضتك. فقلت لهم لا طبعا لا يمكن ده يحصل. ولما دخلوا قالوا طب خد الغطا طيب عشان الجو برد. قلت لهم لا بسيطة. المهم أنا سبتهم ودخلت على الأوضة التانية وجهزت نفسي عشان أنام. لقيت دينا جت خبطت عليا وقالت مش هينفع نسيبك تنام كده، يا تيجي مكاننا يا إما مش هينفع نقعد كده لأن كده الجو برد عليك. فقلت لها أنا هتعامل خلاص. فقالت لي طب بص إحنا عندنا حل، تيجي جنبنا للصبح ومفيش أحراج ولا حاجة، السرير كبير ويقضينا إحنا التلاتة. أنا طبعا يا جماعة عايزة أقول لكم إن كل اللي أنا عملته معاهم ده كان لوجه الله ومن باب الرجولة والشهامة مش أكتر، ومكانش في نيتي أي حاجة وحشة خالص. المهم أنا وقتها قلت لنفسي طب أنا لو رفضت وكده هيفتكروني سوسن رسمي فهمي نظمي، وبعدين دينا يا جماعة حلوة قوي ودلوعة قوي وكمان مطلقة، يعني أكيد برضه نفسها في حاجة زي كده، وأكيد الوضع اللي احنا فيه ده فرصة بالنسبة لها ومش عايزة تضيعها. بس أرجع وأقول لنفسي بس أختها أسماء موجودة في الأوضة، يعني لو في دماغها حاجة زي دي كانت سابت أختها جوه وهي جت قعدت معايا بره. ولا يمكن كل اللي بيدور في راسي ده مجرد أوهام وهي ما قصدش حاجة منها، والموضوع بالنسبة لهم محرج عشان هنام على الأرض وكده. المهم إني دخلت معاها الأوضة ولقيتها نامت على طرف السرير واختها أسماء كانت نايمة على الطرف التاني. فأنا فضلت واقف مكاني ومش عارف أعمل إيه بالظبط لحد ما لقيت دينا بتقولي معلش يا حمادة أصل أنا متعودة أنام على الحرف. وجات أسماء قايلة وأنا كمان يا حمادة متعودة أنام على الحرف، فمعلش بقى يا مودي تعالى أنت نام في النص وأنا هحكي لك حدوتة قمر زيك لحد ما تنام. وفضلوا يضحكوا هما الاتنين. المهم إني حسيت إنهم بيقلشوا عليا وشكلهم كده مفكريني عيل من العيال التوتو، فجيت راكن الكسوف في الخجل على جنب وجيت ضارب غطس اسكندراني وسطهم هما الاتنين. وشوية وبدأوا يلعبوا لعبة شد الغطا، دينا تشد البطانية شوية وأسماء تشدها شوية، دينا تشد البطانية شوية وأسماء تشدها شوية، ويهزروا ويضحكوا، ودينا تمد ايديها وتضرب أسماء وأسماء ترد لها الضربة ضربتين، وأنا بقيت في وسطهم بسلك ما بينهم وامسك في دي شوية وامسك في التانية شوية. وطبعا الخناقة ما بينهم سخنت على الآخر لغاية ما لقيت نفسي بدخل معاهم في الخناقة، ومن كتر الضرب الأمور زاطت على الآخر والخناقة ولعت أكتر وأكتر. وانتوا طبعا دلوقتي تخيلتوا معايا آخرة الخناقة كانت إيه، وفعلا هو ده اللي حصل بالظبط.